السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بيكم حبايبي في منوعات بنت أمينة، ربنا يسعدكم يا أحلى متابعين. زي ما احنا شايفين الطاسة الجميلة اللي بتبرق دي ما كانتش جميلة ولا حاجة، شايفة بتبرق من جوه ومن بره، جميلة جدا. كانت اسود من جوه واسود من بره زي ما احنا شايفينها كده، زيوت محروقة عليها متراكمة من سنين. فالحاجة دي هنطلعها بكل سهولة، وأوريكم طريقة هتعجبكم إن شاء الله، ومعروفة من زمان، يعني هي مش افتكاسات ولا حاجة. إيه، الأول أنا كنت هعمل طريقة وبعد كده حصل الظروف وعملت طريقة غيرها. الاتنين سهلين، بس أنا هوريكم عشان نتعلم من أخطائنا واللي بيحصل. دي اللي أنا باحطه ده معجون، عجينة سحرية، عبارة عن قشور الليمون، القشر بتاع الليمون سلقته وضربته في الخلاط، وضفت له الخل والكربونات وملح الطعام وعصير الليمون. العجينة دي جبارة، بتنضف، بس للأسف حصلت ظروف منعتني إن أنا أكمل بالوصفة دي، بس حبيت أعرضها لكم علشان نستفيد، وأعرفكم إنها دي العجينة دي جبارة في التنظيف، في تنظيف كل شيء في البيت، سيراميك، مواعين، حمامات، أي حاجة. بصراحة جبارة. شايفة أما أنا ركنتها، يعني المفروض ما كنتش هركنها، بس عشان الظروف ركنتها. ال7 أيام اللي أنا ركنتهم دول، شايفة طلعت حاجات على الناشف، بس أنا ما كنتش هستخدمها على الناشف، بس بوريكي هي ايه اللي طلعته ده. والميزة فيها إنها خلت الحاجة تنضف بسهولة، وساعدتني يعني في الطريقة التانية اللي أنا استخدمتها. طبعا بناخد السلك اللي هو الستانلس، والصابون البلدي الجميل اللي احنا بنعمله في بيتنا من الزيت المستعمل، وبندعك وبتنضف بكل سهولة. شايفة يا حبيبتي الحاجة دي، آه، الطريقة دي أنا خلاص بقولتلك مش هعتمدها في الحلقة دي في الفيديو دوت، لكن حبيتك انك تتعلمي انها هي حلوة مش وحشة، بس ما استخدمتهاش في المرة دي. مرات تانية ان شاء الله ابقى اوريكم العجينة دي قد ايه هي سحرية فعلا. يعني اللي انتوا شايفينه ده اللي بيطلع ده من اثرها، وهي ما كنتش هستخدمها على الناشف، انا بس لما ركنت الطاسة وريتكم انها هي جابت نتيجة، لكن هي كنت استخدمها وهي طرية. لكن اللي انا هستخدمه النهاردة طريقة اني هحرقها على البوتاجاز. والزيوت دي عبارة عن، يعني بتبقى هشة جدا لما انت بتسخنيها، بت... بتتحرق، وبتبقى سهلة كأنك بتقشري بطاطس زي ما انت شايفة كده، بتبقى سهلة خالص. بتطلع معاكي بكل سهولة، يعني مفيهاش اي صعوبة. حاجات اهي، بصي حطيتها هي اسود من جوه ومن بره، حطها على النار تسخن كويس قوي وتقشريها، تطلع معاكي بكل سهولة زي ما انت شايفة كده بالسكين، وكأنك بتقشري بطاطس من اللي هي البطاطس الجديدة خالص، اللي هي بتبقى القشرة بتاعتها رقيقة خالص، بتطلع معاكي بكل سهولة. مجرد انك انت تكرري عملية انك تحطيها على البوتاجاز تسخن، يتحرق الزيت، تيجي تكحتي بالسكين، بس كل حاجة بتنضف، والحاجة بتاعتك تبرق ومفيش أي مشاكل. هو مجرد إنه زيت محروق، إحنا بنطلعه بالتسخين مش أكتر من كده، وبمساعدة السلكة. بصي مرة على مرة كل شوية بحطها على النار وأرجع أعملها. بس للأسف ال- الكاميرا وهي بتصور التليفون اتحرك وأنا بدعك في الطاسة، صور الأرض بدل ما يصور وأنا بكحت الكتير دوت، كان بيوقع كتير في الحوض وباخد وبرمي في السلة. فاللقطة دي راحت، بس نزلت كتير قوي قوي. فبوريك يعني لما ظبطت التليفون تاني، ف يعني شايفة بتطلع معاكي بكل سهولة، مجرد ما انك تسخنيها وتدعكي. بس حبيبتي حاسبة عشان ما تتلسعيش، عشان لو انتي
بتبقى الحاجة سخنة عشان انت بتتحكمي في الدحك، فلازم تحطي حاجة كده زي تمسكي بقماشة تساعدي نفسك علشان تدعكي بسهولة. طبعا الواحد بيبقى في التصوير غير لما يكونش بيصور. لو انت مش بتصوري هتعرفي تتحكمي فيها كويس وهتدعكيها بكل سهولة ويسر، وهتنضف معاكي وما فيهاش اي مشاكل. حاجة سهلة خالص خالص، مفيش يعني بصراحة يعني طريقة حلوة ومعتمدة من زمان، كل أمهاتنا كانت بتعملها وما زلنا نعملها. هي بس التراكمات دي بتبقى الواحدة مشغولة في إيديها أطفال صغيرة، بتبقى الأطفال عايزة اللي بيرضع واللي عايز ياكل، الواحدة مش بتدعك الطاسة أول بأول، فبيبقى في تراكمات. لكن هي لو ادعكت أول بأول بقوة بالطريقة دي، كل مرة تسخنيها وتدعكيها خلاص مفيش أي مشاكل. شايفة التليفون لما اتحرك لزق في المنظم اللي أنا حاطة التليفون فيه، اتلسع. بقت حتة البلاستيك اللي أنا شلتها قدامكم دي بس. لكن هو ما فيش أي حاجة. شوف الألمونيا بتبرق ازاي وبتلمع، كل الأسود دوت طلع بكل سهولة. كحته بالسكين مفيش أي مشاكل. بتمسكي بقماشة زي ما أنا كده زي ما انت شايفاني، وبتدعكي وبتتحكمي، وزي ما قلتلك من غير التصوير مش هتاخد معاكي يعني وقت خالص، هتدعكيها بسرعة. وهو زي ما قلتلك زيت متراكم، بمجرد ما تحطيه على البوتاجاز النار بتخليه الزيت يتحرق ويبقى سهل هش جدا جدا. مجرد ما تكحتيه بيطلع بكل سهولة. بس ما فيهاش اي فكرة جديدة ولا اي حاجة زي ما انت شايفة. واليد اهي بتلمع خالص، طلع كل اللي فيها. ما بعد ما كانت سودة خالص خالص بقت حلوة ومن قدام ومن ورا. شايفة عشان السخونية ببردها علشان اعرف احكم الدعك كويس. فكل ما هي لو بردت خالص مش هيطلع معايا، ولو سخنة خالص مش هعرف اتحكم فيها. فانا بديها شوية مية علشان اعرف ادعك من غير ما اتلسع ولا اي حاجة. بس زي ما انت شايفة كده، وبتتكرر العملية مش اكتر. هي شايفة بوريكي بصي يعني لو ركزتي فيها حتت صغيرة كده انا بدوس عليها، يعني اهو هي اللي انت شايفاها دي بدوس عليها علشان تطلع كلها. لكن هي ما فيش اي يعني افتكاسات ولا اي حاجة صعبة، بكل سهولة بتبرق الطاسة واخر حلاوة زي ما انت شايفة كده. بس انا بحب ايه يعني ادقق على الحتت الصغيرة، بطلعها برضو بالسكينة مش عايزة اسيبها عشان كلها تلمع وتبرق. يعني هي بقت حلوة خالص. بسم الله ما شاء الله. هي طريقة جميلة وسهلة وكل الناس بتعملها كده من زمان، ودي الأمهاتنا كانت معلمها لنا يعني الطريقة السهلة دي. أنا كنت فاكرة إنها خلاص مش هتنضف، لكن لما أمي عملتها قدامي وطريقتها حلوة كده ونضفتها، يعني استسهلتها من زمان وكنت بعملها من وقت لوقت. بس وحبيت أشاركها معاكم عشان تشوفوا إنها قد إيه هي سهلة. مجرد إن إحنا بنحرق الزيت بالنار وندعكه مش أكتر من كده. بتبقى هي الطاسة فاضية، نحطها على النار تسخن جدا جدا، نكحتها بكل قوة. مفيش يعني لا مجهود ولا تعب ولا أي حاجة، يعني زي ما احنا شايفين كده. بس أنا بدعك وأعيد وأزيد أهي زي الحتت اللي دي في الجناب. يعني شايفة الجنب لسه في حتت صغيرة اهي برضو بدعكها. كل ده بيطلع بكل سهولة. زي ما قلت لك التصوير هو اللي بيعوق الواحدة، لكن من غير تصوير هتعمليها بكل سهولة ويسر. وهي برضو كده هي سهلة مش صعبة زي ما انت شايفة كده. حلوة قوي الألمونيا لما بتغسليها بالصابون البلدي بتديكي لمعة وجمال، وحلوة زي ما انت شايفينها كده. وبحب أعيد وأزيد في غسيلها. بس شايفة بسم الله ما شاء الله. يعني بصراحة الواحد بيبقى مرتاح نفسيا، أنجز حاجة كده حلوة جميلة. آه، يعني بتبص لها كده بترتاحي نفسيا، رجعت جديدة يعني بسم الله ما شاء الله. وبحب
ادعك كل الحتت الصغيرة. انت لو ركزتي تلاقي في حتت صغيرة خالص انا بدوس عليها، فده اللي مخليه الفيديو طول شوية بس كده عشان اوريك ان اصغر حتة كنت بطلعها. حبيبتي زي ما انت شايفة كده رجعت الطاسة جميلة جدا، بتبرق. الألمونيا دي حاجة تبقى الحاجة فيها حلو، بتعملي فيها الحاجة بتريحك، بتنجزي فيها، بتسوي الحاجة من كل ناحية، بتخليكي يعني حاجتك ناجحة وجميلة. أتمنى يا حبيبتي إن تكوني استفدتي من الفيديو، تكوني يعني عرفتي الغلطات اللي أنا عملتها، التجربة اللي أنا مريت بيها، الحاجات اللي استفدنا منها من العجينة بتاعت قشر الليمون. حلوة مش وحشة، بس أنا هبقى أعملها لكم في طريقة تاني إن شاء الله. ولكن الطريقة بتاعتنا دي كانت عن طريق الحرق بالنار للزيت، وبنكحته مش أكتر. وهي طلعت جديدة وأحلى من ما كانت جديدة. بسم الله ما شاء الله. حبيبتي لو عجبتك الوصفة واستفدتي يعني من الفيديو، ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل زر الجرس. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.